السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير متتبعين قناتي. اليوم جبت لكم تحلية من تحليات سهرات شهر المبارك. بإذن الله إن شاء الله تعجبكم هذه التحلية هذه. وفي آخر الفيديو راح تشوفوا كان عقيقة في بيت صديقتي، عقيقة ابنها. الله يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله خليكم مع الفيديو، تابعوني للأخير وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية في قناتي، قناة Healthy Lifestyle Kitchen. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. إذا نبلش في طريقة التحضير مباشرة في التحلية اللي قلت عليها. عندي 250 ملي من الحليب. هي تحلية خفيفة ورائعة لذيذة، يعني صراحة جميلة جدا، ويعني تصلح في شهر رمضان المبارك. نضيف لها 3 ملعق من الأكل من النشا، يعني المايزينا، وملعقة صغيرة، يعني مش صغيرة، يعني تبع التحليات، من الماء الزهر. النشا نذوبوها مليح مع الحليب ونضعها بجنب مشان نروح نكمل المرحلة الثانية. إذا هنا راح نمشي للخطوة الثانية، اللي هي عندي كأسين من الحليب. يعني من الأحسن أنه يكون خالي الدسم، يعني نتجنب الدسم أحسن. كأسين من الحليب، وبعدين نضيف السكر حسب الذوق. أنا عملت السكر ملعقتين كبار من السكر، ملعقتين ونصف، وانتو مثل ما تحبوا الحلاوة تبعكم. وهون عندي سكر بني مثل ما انتم شايفين، وانتو اللي متوفر عندكم يعني حطوه، مش مشكل. وهنا هون راح أضيف الكأس الرابع من الكريمة السائلة. الكريمة تكون يعني قليلا ثقيلة، يعني راح نضيفها للكريمة بتاعتي، انه الكريمة السائلة الصراحة تعطي طعم لذيذ يعني رائع. هيك ونخلط ونضيف البقية تبع الحليب مع النشا، ونخلط كل شيء مع بعض. وبعدها نوضع كل شيء على النار، حتى يعني تصير النار هادئة، يعني حتى تصير الكثافة تبع الحليب يعني ثقيل مثل العادة، مثل ما تعرفوا.
هنا مثل ما انتم شايفين يعني بلش القوام تبع الكريمة يعني يصير ثقيل. فهنا نروح لما نخلص نروح نوضعه في الأكواب، في الكؤوس تاع التقديم. مثل ما شفتوا القوام صار ما شاء الله، يعني مثل الكريمات يعني عادية اللي نعملوهم، فقط انه الكريمة السائلة تعطي طعم يعني ألذ في التحلية هذه. اذا انا راح املي الكؤوس بتوعي، وبعدين بزينهم. عندي شوية مكسرات. اذا راح تشوفوا التزيين كيف راح ان شاء الله نعمله مع بعض. إذا هنا مثل ما انتم شايفين، بعد ما خلصت من تملئة الكؤوس، يعني راح أشيل الزوائد اللي يعني كانت سكبت مني في الوقت اللي كنت نملي فيهم. حبلش بطريقة التزيين. كما قلت التزيين هو اختياري، كل واحدة كيف تحب تزين في مطبخها الأكل اللي تعمله، أو أي نوع يعني تحلية أو أي شيء. أنا عندي مثل ما أنتم شايفين سيرب تبع الفراولة، عندي جوز الهند، وعندي الفول السوداني، وعندي الجوز. هذو اللي راح أنا نزين بهم. إذا أنا جبت سيرب، أنا هذا عندي جاهز يعني بشتريه جاهز، وأنتم تقدروا تعملوا يعني في البيت السيرب تبع الفراولة، فهذا شيء سهل. حطيت على الوش تبع الكريمة السيرب تبع الفراولة، وبعدين بزين بالفول السوداني والجوز الهند والجوز مثل ما راح تشوفوا في الفيديو. ان شاء الله هنا مخلص التزيين وكل شيء، وجيكم في طبق التقديم ان شاء الله. إذا هذه هي التحلية لنهار اليوم، جاهزة وجدت، وصدقوني إنها جد رائعة جد رائعة، ويعني لذيذة بالخصوص يعني لما تضيفوا لها الكريمة السائلة، تعطيها مثل ما قلت يعني طعم رائع. هذه هي وصفتي تاع اليوم، إن شاء الله تجربوها واعطونا رأيكم، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. ولا تنسوناش بدعواتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم، وشكرا لي انضموا لقناتي جديد. مرحبا بكم إن شاء الله، وبدعمكم وكل شيء، ونخليكم مع الحقيقة وفرجة ممتعة.